لقيت بقى بطوط وميكي وميني ومش ميني. لا في يا ولاد مش ديزني. اكشلي المرة دي احنا في ديزني. – 1994 العالم ما كانش لسه بقى قرية صغيرة، ما كانش لسه في انترنت، كان لسه كل بلد محتفظة بثقافتها، كل بلد كان ليها طريقة كلام معينة، طريقة لبس، عادات وتقاليد. طبعا ده لسه مازال موجود بس مش بنفس القوة. ديزني بتقرر تبدأ عصر جديد مش شبه أفلامها اللي قبل كده، عصر متطور شوية في الانيميشن، عصر ديزني رينيسانس، وبتعمل فيلم ذا لاين كينج مع خطة كاملة للتوسع في الأسواق العالمية، وطبعا من أهم الأسواق دي هي منطقة الشرق الأوسط. وعلشان كده قرروا يبدأوا مشروع الدبلجة في منطقة الشرق الأوسط، وقع الاختيار على مصر باعتبارها هوليوود الشرقي زي ما كان بيتقال يعني. Yes, Super Colossal means Hollywood Egypt as well as Hollywood USA. الاختيار وقع على الملحن أو الكمبوزر سمير حبيب باعتباره الشخص اللي بيمتلك أحدث التقنيات للتسجيل وهندسة الصوت وقتها. وأستاذ سمير حبيب مش بس كان تقنيا أحسن حد للدور ده، بس كمان فنيا هو حد مهم جدا، خصوصا إن هو كان بيمتاز إنه يقدر يدمج ما بين الموسيقى الشرقية والآلات الغربية. وطبعا ده كان مناسب جدا إن هو الشخص اللي يعمل معالجة لأعمال ديزني بما إنها في الأساس أعمال غنائية. ومثلا من الحاجات اللي لحنها كانت أغنية داليدا أحسن ناس. الأستاذ سمير حبيب كلم الأستاذ عصام السيد وقت ميلاد ابنه، جاي عشان يقول لي مبروك على ميلاد أحمد ابني، أحمد عصام السيد، اللي كان سبب كبير في إنه أستاذ عصام يقبل إنه يخرج الدبلجة لأنه ما كانش متقبل الفكرة. أقول لك بقى أنا سبب ليه؟ أقول لك أقول لك لأنه لما سمير حبيب كلم بابا وقال له في مشروع دوبلاج، أبويا كان فكرته عن الدوبلاج إنه الحاجات اللي هي تتعمل عبيله واديله. في مسلسلات بتتذاع في التلفزيون كرتون كده، فتلاقي واحد عامل اصوات 5-6 شخصيات، اصوات مفتعله، ناس مش مصدقه. فراح قال له بص ده شريط فيديو للفيلم، قال له خد الفيلم اتفرج عليه واتفرج. فاتفرج على الفيلم ولقى نفسه ان هو بيضحك وبيعيط، ولقى ان في اب بيموت وعيط وضحكت، كل الحاجات حصلت. فلقاها حاجة كبيرة جدا، فاتبسط انه في حاجة هتبقى بتتقدم للأطفال محترمة عقل الطفل وبتعامله كحد كبير مش بتكلمه من فوق، وحب ان ابنه اللي لسه جاي الدنيا ما فيهوش 5 دقايق ده هيبقى فيه حاجات يشوفها بلهجته المصرية محترمة وعندها القيمة الفنية دي. أستاذ عبد الرحمن شوقي اللي كان عليه أصعب مهمة فيه كتابة الدبلجة نفسها والأغاني، اللي هي أصعب بالمناسبة، بس مش أي كتابة، مش ترجمة وخلاص. ديزني كانت حاطة قواعد صارمة بحيث تعريب الحوار لازم عدد الكلمات يبقى قد الكلمات الأصلية بنفس الإيقاع وتبقى شبه حركة الشفايف. مثلا في فيلم أب البطل الناس كانت بتناديله باسمه الثنائي أستاذ فريد زين. ازيك يا أستاذ فريد زين؟ صباح الخير يا أستاذ فريد زين. بس ليه؟ علشان اسمه الأصلي Good morning Mr. Fredrickson. وبدأت رحلة دبلجة فيلم ذا لاين كينج. وزي ما كان في شروط على الكتابة كان في شروط على الكاستنج. خلينا نقول حاجة بسيطة مبهرة. طبعا كلنا عارفين ان تيمون اللي عمل دوره كان محمد هنيدي، واللي هو محمد هنيدي نجم كوميدي معروف أكيد هيتم اختياره بسهولة. لا، الفيلم كان في سنة 94، كان محمد هنيدي لسه بيبدأ وما كانش لسه بقى نجم، اللي ابتدت نجوميته وشهرته مع فيلم إسماعيلية رايح جاي اللي كان في سنة 1997. تسنى في شخصية التيمون شوية كتير، وبعتنا لهم شخصيات كلها اترفضت، فقالوا لنا دوروا على كوميديان حجمه صغير ويكون بيتكلم بسرعة. على طول افتكرت ان انا شفت ممثل صغير اسمه محمد هنيدي في مسلسل اسمه البخيل وانا بنفس المواصفات دي، فقعدنا ندور عليه لغايه ما لقيناه. وفي دور مفاسة الأستاذ عصام سيف، أشهر فويس أوفر في الإعلانات. شركة موبينيل لخدمات المحمول تقدم عرض هذا الموسم ألوها. وفي دور سيمبا هشام نور، وده غنى كتير من أغاني ديزني بجانب التمثيل. دي جنة ما لمسهاش إنسان، ده عالم هادي ونادي بجد. وفي دور سكار عبد الرحمن أبو زهرة، أنا محاط بشلة متخلفة. أفضل واحد عمل الدور عالميا. السكار ده شغلانة. أداء عبد الرحمن أبو زهرة عاوز حلقة لوحده نحلله حتة حتة. عمو سكار لما أنا أبقى ملك أنت هتبقى إيه؟ كمالة عدد. أنت غريب قوي، ما عندكش فكرة. وكل الأداء ده اتعمل في ظروف قاسية جدا، حر جدا، كانش في تكييف جوه، لدرجة ان أستاذ عبد الرحمن أبو زهرة سجل كل حوار شخصية سكار بالفانيلا الداخلية. معارك خطيرة، مقالب حقيرة، ونصيبنا هيكون ايه؟ السلطة والجاه. فيلم ذا لاين كينج قصته مبنية على رواية هاملت،
هاملت ابن ملك الدنمارك اللي عمه كلاوديوس اللي قتل ابوه علشان يستولي على العرش، وبعد ما ابوه مات امه اتجوزت عمه على طول. تقريبا مؤلف لاين كينج استلهم الفكره من ام هاملت، لان مرات الاسد بتعمل كده برضه. اول ما بيجي اسد جديد يمسك القطيع بتتجوزه على طول، حتى وان كان هو اللي قاتل جوزها. اكيد هو قاعد بيقرا كده قال ما بين نفسه اما انت مره. بابا احنا اصحاب صح؟ صح. وهنفضل دايما مع بعض صح؟ لا، لكن ملك الغابة مات، ولو ما كانش انت السبب كان فضل عايش. اعمل ايه؟ اهرب يا سيمبا، اهرب 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 بعيد واوعى ترجع. بس سيمبا بيهرب وبيروح في رحله وجوديه وبيقابل تيمون وبومبا. واكل مقلب؟ بتقول ايه؟ ده اللي واكل الكل. وطبعا الفيلم غنائي مسرحي جميل. غير الاسم ذنبه ايه؟ هربت من الغابة عشان غشيم. وعشت في كآبة. ما تعقدش الواد يا فصيح. هنا مقص وهنا مقص، هنا عرايس بيت ترص. هنا مقص وهنا مقص، هنا عرايس بيت ترص. نالا لقت سيمبا ورجعت له الماضي. المهم انك عايش، وده معناه انك الملك. ملك؟ يا هانم انت فيوزات مخك ضربت خالص. صاحب الفخامة، أنا بطاطا تحت رجليك. بس بقى سيمبا، انت نسيتني. ابدا ما اقدرش. لازم تسترد مكانتك في دايرة الحياة. ازاي استردها؟ تذكر. لا ارجوك ما تسيبنيش. تذكر بابا تذكر. ما تسيبنيش. تذكر. النتيجة دي انت يابا. اوعي تعملي كده تاني يا متوحشة. ياي حصل فشل. حد فيكم شاف سيمبا؟ هو مش كان معاكي؟ كان معايا بس دلوقتي مش لاقياه. مش هتلاقوه هنا، عاد ملك الغابة. رجع؟ هو ايه الموضوع؟ وايه اللي بيجرى هنا؟ ومين القرد ده؟ هو بجد مين القرد ده؟ سيمبا بيرجع وبيطلب من سكار انه يسلم الحكم، لكن سكار بيهدده انه هيكشف. قول لهم مين المسؤول عن موت مفاسا. سيمبا بيعترف. انا اعترف قاتل. سينمات الدراما. بشكل مختصر سيمبا بمساعدة تيمون وبومبا وامه ونالا بيقدروا ينتصروا على سكار، وسكار بيموت وبترجع أرض العزة لعزها تاني. وبس خلص أول فيلم. قبل ما ندخل في اللي بعده قوم دلوقتي اعمل لايك وسبسكرايب. الفيلم اللي بعده علاء الدين، ومعانا مرة تانية عبد الرحمن أبو زهرة في دور جعفر. اللي مكتوب لك هتاخده. اللي مكتوب لك. وعادل خلف في دور عجوة، وهو برضو اللي كان عامل دور زازو في ذا لاين كينج. مش هعجبكم، لحم مر ويقرف. وعلى جنب كده هو اللي بيعمل دور شفيق في سبونج بوب. سبونج بوب بسيط. وكان طالع في المشهد ده في فيلم ثقافي. ما هو اصل انا اخويا في كليه الطب امراض نساء ومحتاج المذكرات دي قوي. علاء الدين اللي عمل دوره ايهاب فهمي، بحب الراجل ده والله لذيذ. وهشام نور هو اللي غنى الاغاني كالعاده. وفي دور ياسمين، مش انت كنت بتلعب مع المغرور المتسوق اللي اسمه الامير احمد؟ مش صح برضه؟ ياسمين. وفي دور الجني حد مش معروف بس انا عارفه، اسمه فيصل خورشيد. كان عامل برنامج بعد الثوره على نايل كوميدي، كان بيقلد كليبات المغنيين، وهو اللي عمل الرائعه الخالده دي. يا توك توك نفسي اجيب له موتور. يا توك توك عايز اقلبه حنطور. قصه الفيلم عن المصباح السحري وعلاء الدين. علاء الدين الولد الفقير الزبال. زبال؟ انا مش صعلوك. اللي بيلاقي المصباح السحري. علاء الدين، اهلا علاء الدين. احنا دلوقتي على الهوا، ينفع نقول علاء ولا نقول لول ولا نقول لالي؟ علاء بيطلب من الجني انه يخليه غني ويغير شكله علشان يعجب ياسمين ويتجوزها. ازاي تجرؤوا؟ معقول؟ واقفين كلكم تحددوا مستقبلي؟ انا مش جايزة عشان حد يفوز بيها. ياسمين بس بقى انا مش قصد، والله ما قصدي، صدقوني مش قصدي. بس حتى الفيلم ده شبه شويه فيلم طير انت. جني امنيات، واحد بيغير من نفسه علشان يعجب البنت اللي بيحبها، وفي الاخر بيوصل لنا نفس الرساله. ما تحاولش تبقى اي حد تاني غير نفسك.
وبس. علاء بينتصر على جعفر الشرير وبيتجوز ياسمين وبيعيشوا في تبات ونبات وبيخلفوا صبيان ونبات. احنا دلوقتي في منتصف التسعينات، هيحصل حدث كبير زي اللي حصل في فيلم لاين كينج. بيكسار هتنزل اول افلامها توي ستوري. مين خد برناتي؟ بصوا انا وودي، اهلا اهلا اهلا. هات يا اخوي. اول فيلم انيميشن بالسي جي اي. الفيلم ده علشان يتم انتاجه تم اختراعه وبرمجه برامج مخصوصه ليه. كانوا في مرحله التحضير علشان يعملوا ريندر للفريم، كان بياخد من 4 ل 14 ساعه ريندر. فريم واحد الثانيه فيها 25 فريم، يعني ثانيه واحده ممكن تاخد اكتر من 200 ل 300 ساعه ريندر. ده بيوضح ليه كل فيلم كان بياخد 4 سنين شغل. بس خلونا نتكلم عن الاصوات في الفيلم الاجنبي. توم هانكس هو اللي عمل دور وودي، وتيم ألن هو اللي عمل دور باز. بس في الدبلجه المصري وودي هو يحيى الفخراني. الو، ايوه كده كويس، عظيم، كله سامعني. وفي دور باز يطير احمد بدير. ما ينفعش ما ينفعش. وفي دور ريكس هاني رمزي. هاني رمزي انا نفسي ارعبكم بس مش عارف. لما كان هاني رمزي قبل ما يبقى هاني في الادغال. فيلم توي ستوري بيحكي عن قصه لعبه. وودي لعبه اندي المفضله اللي واخده كل الاهتمام. انت مفيش منك يا وودي، انت نجمي المفضل. ولكن بيحصل حاجه مش على بال وودي. بيجي الاندي في عيد ميلاده هديه اسمها باز يطير. لا نهائية وما بعدها. باز يطير بيبقى هو لعبه اندي المفضله واللي بياخد اهتمام اندي وبيخلي وودي يغير منه. باز لسه مش مدرك انه مجرد لعبة؟ لام عين ب وه. لا مؤاخذة، أنا بيتهيألي الكلمة اللي تقصدها رائد فضاء. الكلمة اللي أقصدها ما أقدرش أقولها. عنده طموح ومصدق نفسه، مش ناضج شبهنا كلنا في مرحلة المراهقة، لحد ما تيجي اللحظة اللي باز بيعرف فيها حقيقة الأمر. يا خسارة مش قادر أطير. يا الله، كل ما بشوف المشهد ده بدمع. من الحاجات الحلوة اني لما شفت المشهد ده وانا طفل ادركت معناه ان مش وحش يبقى طموحك عالي، ومش وحش انك تحلم، بس لازم تبقى فاهم ان الدنيا مش وردية، ولازم تبقى عارف امكانياتك كويس علشان تقدر تستغلها وتحقق حلمك وتقوم بعد الوقوع. ايه ده بس؟ انت بتطير. ده مش طيران، ده اسمه وقوع بس بشياكة. وبنشوف سيد احقر طفل ممكن تشوفه، مسخ، بس بتاخد على قفاه ويتعلم درس عادي جدا يعني. يبقى تلعب حلو. وبس الفيلم بيخلص، باز بينضج وبيسيبه من الهبل اللي كان بيفكر فيه، وودي بيتقبل فكرة التعدد. والفيلم اللي بعده اللي هنحكي عنه بشكل مختصر هو حياة حشرة. تخيلي ان دي بذرة، دي صخرة. قصة الفيلم سياسية شوية، عن النمل اللي شغال عبيد عند الجراد. شكلي غبي بالنسبة لك، خلينا نفكر منطقيا، ممكن خلينا نفكر فيها لحظة. ومجبر يجمع لهم الأكل قبل موسم المطر، وفليك المخترع الذكي اللي بيخترع اختراعات تسهل عليهم حياتهم، بس هما مش قابلينه زي ما كان بيحصل مع العلماء في العصور الوسطى في أوروبا. ايه لا يلا المكنة دي وادخل في الطابور واجمع الحبوب زي بقية الخل. واللي بيعمل حاجة شبه فيلم شمس الزناتي اللي بيكون فيه فريق يساعده في تحرير القرية اللي بس بقى عزيزي ما تلومنيش، بس أنا ما بعرفش أحكي من غير ريفرنس. يا عمد برتقان بدم فصيلة به. الفيلم كأصوات من بطولة هشام نور، الفتى الذهبي لدبلجة ديزني. النمل مش خدامين عند الجراد. منال سلامة تاني في دور الأميرة. ما تقوليليش، أنا عارفة نعمل إيه. بنهدى. وأداء أسطوري من خالد الصاوي. تخيل معايا الحبة دي نملة واحدة فسفوسة. وجعتك؟ لا. حلو، طب ايه رأيك في دي؟ انت بتهزر. ايه رأيكم كده؟ دي فيها اسقاط طبعا، بس انت عشان مؤدب تلاقيك مش فاهم. هنعدي شوية أفلام وهنروح لسنة 2001، سنة نزل فيها فيلمين، فيلم الديزني وفيلم البيكسار. الفيلم الأول سريعا كده فيلم أطلانتس. كلنا طبعا سامعين عن أسطورة أطلانتس، القارة اللي كانت في المحيط الأطلنطي، صاحبة حضارة عريقة ومعرفة علمية تفوق كل علومنا، اللي كان من بطولة أحمد السقا. وليه أطلانتس؟ دي أسطورة مجرد خيال، مش كده؟ لا غلط، مش أسطورة. ومنى زكي مرة كمان. أنا عندي كام سؤال ومش هتمشي إلا لما تجاوبني عليهم كلهم. ضياء عبد الخالق. وانا في الجامعة دخلت الجيش، يوم كنت طالب بدرس في الكلية والتاني بقيت دكتور على خط النار. ماجد الكدواني. ايه ريح دماغك حبة. واللي أحمد السقا بيحكي إنه اتعمل له كاستنج بسبب إن نبرة صوته أقرب نبرة صوت في العالم للممثل الأصلي.
كنت انا متقدم لتيست الصوت ده من ضمن كذا حد، ممثلين ومغمورين، يعني ملوش علاقه باسمك ايه ولا شكلك ايه، هي ليها علاقه ببصمه الصوت، وطلعت بصمه صوتي زي مايكل جي فوكس، ويقولوا عليا كداب. والله انا اقرب واحد فيزيكالي مايكل جي فوكس. الفيلم للاسف ما نجحش قوي برغم اني بحبه جدا بسبب قصته اللي من المرات القليله بنشوف فيها شكل حي لمدينه او اسطوره اطلانتس. فيلم لطيف وجميل، بس دلوقتي خلينا نتكلم عن واحد من ضمن اساطير الدبلجه المصري. لو قلنا دبلجه مصري اول حاجه بتيجي في بالنا هي شركه المرعبين المحدوده. اصحى يا شلبي. محمد هنيدي بعد ما بقى نجم يتألق ويتعملق. ايه اللي بيحصل ده؟ ولا يهمك، انا طلعت في التلفزيون. يعمل لنا دور مايك وازاوسكي. هلو وازاوسكي. اللي بكل انسيابيه الكاتب حوله لمارد وشوشني. والاستاذ الكبير اللي بيتألق وبيتعملق، المره دي بقى بيتعملق فعلا، سامي مغاوري في دور سولي سوليفان. Get up سولي. اول اسم الممصر شلبي سولوفان. انا في الفورمه النهارده يا سولوفان. واسم راندل أندل مستر ووتر نوز او ابو عنكبوت. استاذ ابو عنكبوت. ما فيش في الدنيا حاجة مؤذية أو سامة أكتر من طفل آدمي. منطقي برضو. شكري واللي عمل دوره ضياء عبد الخالق. اديني بيبان ورا بعض، انا في الفورمه النهارده. يتي او منفي واللي عمل دوره ماجد الكدواني. تصدقوا بيسموني المنفي حب؟ ده شكل واحد منفي، ده الذمه ده كلام، ده انا حبوب. وسوريا ابراهيم مره كمان. انا حطك في دماغي وبرابك. اوف دي خلل. السلام عليكم يا ست. لا هتروح حالك. ماشي يلا ما تجيش عندنا تاني. واللي عامل دور سالي حنان ترك. هتعزمني على العشاء فين الليلة دي؟ واسم المطعم كوابيس. كوابيس. اللي في النسخة الأصلية اسمه هاري هاوزن. هاري هاوزن. وده كان صانع أفلام رعب بالستوب موشن. سموا اسم المطعم على اسمه كتقدير ليه، لأنه من أهم الناس اللي طورت من شكل الوحوش في السينما، بس ده طبعا عندهم ما يخصناش. على آخر الزمن بقينا نخوف العيال والمخوفتية. كلمة مخوفتية دي جامدة فشخ. في الفيلم الأصلي بيقولوا وحوش And little monsters. بس كده. سامع الصوت ده؟ دي رياح التغيير. سامع ده؟ سامع رياح العبط أما عبيط. جامد فشخ. عم شافعي حبيبي الموضوع ده ما يتكررش. حاضر. بجد الفيلم ده بالذات من غير الدبلجة هيبقى أسوأ بكتير. Don't let it happen again. Don't let it happen again. أما عبيط. بداية وردية جديدة في شركة المرعبين المحدودة. الوردية هتبتدي. شركة المرعبين هي عبارة عن شركة في مجال الطاقة، بتستخرج الطاقة من صريخ الأطفال وبتحولها من طاقة صريخ لطاقة كهربائية. أنا أتفق مع الموضوع، يعني الأطفال مرعبين فعلا بس مش قوي كده يعني. حالة طوارئ جيم، عندنا حالة طوارئ جيم. ده وقت قوات مكافحة الأطفال. شلبي ووشوشني هم ألمع اسمين في الشركة ومحققين أعلى أرقام منافسة مع أندل الشرير بتاعنا. ممكن تسلفني كلونيا؟ شوف عندي مزيد عرق وعفن الليالي. عندك زبالة؟ لا. كلب مبلول؟ عندي، اقرف نفسك. أكيد خلصت تقاريرك النهاردة. يو صحيح، تقارير الرعب أنا نسيت على مكتبي. على مكتبي يا شلبي، الورق البامب للحسابات، والورق الفوشي يرجع المبيعات، والورق الكاكي يروح لروز، والأحمر في مكانه. شلبي راح يجيب التقارير ولقى في حد ناسي باب. يهو انتوا ناسين باب. دخل الباب، المهم بيخرج وبيتفاجأ بيحاول يرجعها للباب بتاعها لكن ما بيعرفش، فبيلبسها خلاص. بيروح مطعم كوابيس. البنت بتهرب والناس بتشوفها وبيتعرف ان في طفلة هربت من الشركة. في طفلة طارت من فوقي ودمرت عربية بأشعة من عينيها. حاولت أهرب منها لكن شالتني بقوة البني آدمين السحرية ورمتني زي العروسة. ده صحيح، أنا شاهد عيان. أنا بصفتي خبير أؤكد إننا كلنا لازم دلوقتي نترعب. يا خبر. بيحاولوا يتأقلموا مع الموضوع لحد ما يشوفوا حل. لأنه واجيب لك جوز حمام. بيحاولوا يرجعوها الشركة. شلبي كم من عيني، بس فكر في اللي حصل لغيرنا. نسيت البعوة أبو رجل مسلوخة ومنفي. أبو رجل مسلوخة ده أسطورة من الأساطير الشعبية هنا في مصر، وده برضو متسق مع النسخة الأصلية اللي كان بيقول فيها Loch Ness, Bigfoot, the abominable snowman. ده انا حبوب.
ودول برضو اساطير في الفلكلور الشعبي الغربي. كل حاجة هتبقى تمام. كان في واحدة ست عندها 12 بنت. أندل بيدرك إن البنت اللي هربت من الباب بتاعه وبيحاول يدور عليها. طلعت في الجرنان الطفلة اللي كنت بتخوفها. ممكن تهدى شوية؟ انت فاكرني نايم على وداني؟ مارد بيفكر إنه يرميها في أي باب بس شلبي بيرفض. ده مش الباب بتاع ابوه. هتفضل رجع البتاعة دي مطرح ما جبتها وإلا علينا العوض. أندل بيعرف إن مارد كان في المطعم اللي اكتشفوا فيه الطفلة. وشوشني. بتهرب من شلبي وبتدخل أوضة المخلفات، ولكن فات الأوان. العينة دي حقنة والطيبة دي لقمة. هي فين؟ شلبي ده مكعب زبالة. انا لسه سامع صوتها بوداني. ده انا كمان سامع صوتها. هو في كام طفل جوه؟ ده في ناس كتير قوي جوه. أندل بيتفق مع مارد إنه يجيب بو ويدخلها الباب، ولكن شلبي بيرفض تاني. قلت لا، وإحساسه بيطلع صح. أندل كان عامل فخ. سلم على عمك شفاط السريخ. اهلا. بست. عارفني بتحب العربيات؟ عارف انا عندي عربيه اخر موديل. عارف لو هربتني هديلك لفه. بياخدوا البنت وبيهربوا بيها، لكن شلبي بيفكر يروح يتكلم مع أستاذ أبو عنكبوت ويحكي له بصراحة. يا فندم بس ده مش بابها. انا عارف ده بابكو. المنفي أستاذ ماجد الكدواني. منفي بيقول إنه في قرية قريبة منهم. شلبي بيفكر يروح علشان يلاقي باب يقدر يرجع منه تاني لبوه. لازم نروح لبوه. بو وكارثتنا دي كانت ارقامنا قياسيه يا شلبي. كنا ندخل التاريخ. ما عادتش حاجة تهمني. ما عادش بيهمك؟ لحظه واحده. ما عادش بيهمك؟ جميل حاجه كويسه. اخيرا الحقيقه بانت. شلبي نسيت كل احلامنا وشقانا عشانها؟ ما بقاش يهمك؟ طب وسالي عمري ما هشوفها بعد كده. ده ما يهمكش؟ فكرت فيا؟ ده انا صاحبك اعز اصحابك. حتى انا ما يهمكش؟ آسف يا مارد، آسف إن حدفتك هنا. ما كانش قصدي إن كل ده يحصل، لكن بو في مشكلة وجايز نقدر ننقذها لو وصلنا سوا للقرية. سوا؟ لا سوا؟ لا مفيش سوا المرة دي. لو عاوز انت بقى تخرج بره تموت من البرد ما عطلكش. ماستر بيس. محمد هنيدي عظيم قوي في الفيلم ده. شلبي بيروح القرية وبيلاقي باب وبيلحق بوه في آخر لحظة. مارد وشوشني بيرجع وبيصالحه. شايف مين ده أندل. بيحاولوا يدوروا على باب. ايه ده؟ مطاردة شقية ما بينهم وما بين أندل. خد بسنانك يا سحلاوي. أندل بيحاول يموت شلبي بس ابوه ما بقتش تخاف منه خلاص ما بقتش تخاف منك. انت بقيت دلوقتي خالي شغل. وبينفوا أندل. للأسف الكهرباء بتقطع وبيضطروا يرجعوا للشركة. بس قبل ما تقبضوا علينا عايز اقول حاجة. امسك. البنت روحت، سيبها في حالها. ما ينفعش، شافت كتير وانت كمان. تقوم تخطف طفلة؟ انا اخطف 1000 طفلة ولا اني شركتي تنهار. ابو عنكبوت بيتمسك. انت بتعمل ايه؟ نزل ايدك دي. اثبتوا مكانكم، الرئيسة عايزة تكلمكم. والروز بتطلع هي الرئيسة. خلاص شلبي هيرجع ابوه. باي باي يا أمورة. قطتك لازم تروح. وبس شركة المرعبين بتتقفل، بس بتفتح بعدين بنظام جديد، ستاند اب كوميديانز. الو 2 3 4. اهلا مساء الخير، ازيك عامل ايه؟ انا مبسوط اني معاك. ألف شكر، هزورك تاني، ما تقطعش الجوابات.
برافو يا مارد، خدت من الولد شحنه ملهاش مثيل. معقول ها؟ عارف محدش يطلع كل الكميه دي من الطاقه مره واحده الا لو كان كوميديان موهوب. مؤكد وما يقللش من جهدك ابدا ان طاقه الضحك اكتر 10 مرات من طاقه الصريخ. وبس خلصنا. بعد رحلة طويلة خلصنا العصر الأول لديزني وبيكسار، وهعمل جزء تاني أكيد هيكون مركز على بداية انحدار مستوى بيكسار وديزني. طبعا هتكلم عن القرار اللي اتعمل في 2008 وتم الاستغناء عن اللهجة المصرية. تفاصيل كتير قوي هنتكلم عنها في الجزء التاني، فما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب علشان أعمل الجزء التاني في أسرع وقت. بس كده، سلام.